صباح الخير بتوقيتي، انا هدى. ويا جماعه اول مره من شهر وربع ما اقولكوش انا عندي امتحان النهارده عشان خدت الاجازه اخيرا. عارفين يا جماعه انا سعيده جدا بجد. فاكرين يا جماعه الفيديو اللي فات وانا بقول لكم، مش عارفه اللي فات ولا اللي قبله، كنت بقول لكم يعني في يوم من الايام ان انا عايزه اقول ايوه اكتر لفرص في حياتي. انا عملت كده فعلا يا جماعه، لازم تكونوا فخورين بيا، وانتوا كمان لازم تقولوا ايوه الفرص اكتر في حياتكم. في الاسبوع ده فعلا انا عندي حاجات كتير جدا قلت لها ايوه، في حاجات كتير جدا قلت لها ايوه وهي قالت لي لا، عشان ما بقاش بقول الحاجات الحلوه بس واوريكم الحاجات الحلوه بس. وانتوا عارفين ان احنا مبدأنا في الحياه ان احنا مش عايشين في الجنه، ففي حاجات حلوه وحاجات وحشه بتحصل. بصوا دي مش اوحش حاجه حصلت لي في حياتي، بس وانا بقول ايوه لفرص اكتر في حياتي لقيت فرصه رائعه يا جماعه ان انا اتطوع في حاجه ليها علاقه ببايوتكنولوجي اللي هي مجال دراستي وعملي مستقبلا. فقلت يلا فولنتيرنج، يا سلام، ده انا اشطر واحده في الفولنتيرنج، يلا بينا. وبعد كده بعت لي ايميل بيقول لي دير هدى we regret to inform you وما اعرفش ايه، وانا بقيت قاعده كده. انتوا عارفين يا جماعه we regret to inform you دي اتبعتت لي كام مره في ايميلات؟ بتاع 21 مرة مثلا، دي المرة ال 22 مثلا. عيطت بس مش مشكلة، عادي، سأعود لأنتقم بس السنة الجاية. بس عادي يا جماعة، احنا الحياة كده فرص بتيجي وفرص بتروح. برضو يا جماعة عارفين بيهدوا نفس العمارة أو بيبنوها مش عارف جنبي تاني. بصوا كل ما أقول أنا ايه هصور يقوموا عاملين العمارة، هما بيكونوا productive في الأيام اللي أنا فيها productive. المهم النهارده انا هنزل مشوار، وبعد كده يا جماعه من الحاجات اللي انا هعملها الاسبوع ده في ايفنت تحفه يا جماعه، عايزه احضر له. تمام يا جماعه، تقريبا دي اكتر حاجه مضحكه هعملها في حياتي. انا تقريبا عارفين الدبلجه، انا هدبلج الفيديو بتاعي دلوقتي. ليه؟ علشان صوت الازعاج بتاع الناس اللي بيهدوا العماره كان لا يطاق، وانا بجد ما اقدرش اذي ودنكم بالطريقه دي. فاللي انا كنت بقوله ان انا كنت بشتغل سكرتيره وانا في اولى ثانوي لمده 5 شهور او 4 شهور. الشغل ده كان عمل تطوعي، وكان يعني اكتر حاجه بعملها هي ان انا انظم ايفنتس. انتوا عارفين ان انا شاطره في تنظيم الايفنتس وكده، لا في التخطيط بشكل عام مش تنظيم الايفنتس. فانا دلوقتي بقيت اشطر، فانا متحمسه جدا للايفنت بتاع يوم الخميس. وبس كده يا جماعة، اتمنى ليكم مشاهدة سعيدة، ويا رب ما اضطرش اعمل دبلجة تاني بسبب العمارة اللي جنبنا. انا هنزل اساعدهم وهم بيعملوا الحاجة وخلاص. حاسه بقالي كتير قوي ما بتكلمش معاكم ليه، مش عارفه. امبارح يا جماعه رحت الحديقه الدوليه مع اصدقاء الجامعه، بجد لازم تروحوا الحديقه الدوليه، بجد تحفه تحفه جميله جدا. اتبسطت قوي هناك، كنت حاسه انا مبسوطه بجد. ايه ده فعلا يا جماعه، فعلا فكروا كده وروحوا عشان بجد جميله، بجد رائعه، وانا استمتعت جدا وانا هناك. واصدقاء الجامعه جامدين جدا عشان خططوا للخروجه في يوم واحد وقالوا يلا فيلينا. يا جماعه بعيد عن الخروجه بتاعت امبارح، عايزه اكلمكم في حاجه رائعه قررت ان انا هعملها لنفسي، وهي ان انا قررت ان انا هعمل 50 حاجه لنفسي. تمام، ال50 حاجه دول ممكن يكونوا حاجات بسيطه وممكن يكونوا حاجات مش بسيطه عادي. الفكره دي جات لي ازاي بقى، واخترت اصلا الحاجات ال50 دول ازاي؟ فكرت هدى
المثاليه بالنسبه لي. يعني هدى رائعه اللي ما فيهاش ولا غلطه. حياتها شكلها عامل ازاي؟ يعني اول ما بتصحى من النوم بتعمل ايه، قبل ما تنام بتعمل ايه، علاقاتها مع الناس عامله ازاي، حياتها عامله ازاي، فاهمين؟ فاول ما فكرت في الموضوع ده، اول ما فكرت في نفسي، يعني بجد هيهدوا حاجه كمان. انا بجد يا جماعه ما بهزرش، بس انا كل ما افكر ان انا ابدا اتكلم معاكم بيهدوا نفس العماره. انا مش عارفه هما بيهدوها ولا بيبنوها، خلاص انا بطلت اعرف هما بيعملوا ايه جنبي، بس مش مشكله عادي يعني. بصوا هنعمل نفسنا مش سامعينهم ومش شايفينهم. كمان يا جماعه في حاجه، انا عايزه اخلص بودكاست السيره الاسبوع ده. كنت ناويه ان انا هسمع 2 3 كده كل يوم، بس يعني بجد اتشغلت قوي وما ما سمعتش. فان شاء الله النهارده هسمع. اصلا ناويه بعد شويه هنزل اتمشى عشان الجو جميل جدا. الجو بقاله كام يوم جميل قوي يا جماعه. هنزل دلوقتي عشان اتمشى. بجد يا جماعه المشي حاجه رائعه، بالذات لو انتوا بتسمعوا حاجه رائعه وانتوا بتتمشوا. اسمعوا اي بودكاست وانتوا ماشيين، بجد بتكون حاجه تحفه جدا. انا عندي شورت للبودكاست اللي انا بحبها. صحيح ال50 حاجه اللي انا هعملهم لنفسي دول يا جماعه هنزلهم في الشورتس برضو. كل حاجه اعملها هوريها لكم، علشان لو انتوا عايزين افكار. بجد حاسه سعيده جدا. بس حاجه تانية عايزه اقولها لكم. لا في اشربوا ميه. اهم حاجه يا جماعه، عايزه اعمل فيجن بورد. فاكرين الفيديو اللي فات او اللي قبله؟ هو الفيديو اللي فات على فكره، صح تقريبا، لما قلت لكم انا عايزه اعمل فيجن بورد عشان بحب اعمل فيجن بوردز. فهعلمكم ازاي بعمل فيجن بورد، وهنعمل فيجن بورد مع بعض ان شاء الله لما ارجع من فقره التمشيه اللي انا هتمشاها. وبس كده. اهلا يا اصدقاء. ده انا وانا بعمل فيجن بورد. هقول لكم بقى بعمل ايه عشان اعمل فيجن بورد رائعه الجمال واحطها خلفيه للتاب والتليفون واي حاجه املكها. اول حاجه بختار الصور اللي انا عايزاها من بنترست. انا عامله بورد تمام على بنترست فيها صور اللي انا حطيتها، اوكي؟ فممكن تستخدموها لو انتوا عايزين. هحطها لكم يعني اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وبعد ما بختار طبعا بفضل الف والف. بعد ما بختار بحط الصور اللي انا اخترتها على بيكس ارت. بختار ان انا ارتب الصور زي ما انا عايزه، وبقعد بقى ارتبهم بقى، بقص والزق واتعب وعيني توجعني. بهزر، انا بأوفر بجد. ايه ده؟ ما بياخدش الوقت ده كله ولا المجهود ده كله بجد. بحط الصور جنب بعضها وهي بعد كده بتطلع بالمنظر ده، وفي الاخر بتتحط في الخلفيه. ياه، بس كده يا جماعه ده توتوريال. معرفش انتوا احتجتوه ولا لا، او استفدتوا منه ولا لا. لو ما استفدتوش منه اسالوني في الكومنتس وخلاص هرد عليكم. شكرا. اهلا يا جماعه. انا حاسه ان انا الاسبوع ده في دوامه ما بتخلصش بجد. حاسه انا عملت حاجات كتير جدا في اسبوع واحد، عشان عماله اطلع وانزل اطلع وانزل. امبارح ما قعدتش في بيتنا، لا بصوا، امبارح صحيت من بدري ونزلت تمام عشان اعمل مشاوير عائليه. وبعد كده رجعت. انا نمت طول اليوم. انا بجد نمت من كام؟ انا راجعه الساعه 4، نمت من 4 ل6، ومن 6 ل10، وبعدين من 12 ل6 الصبح. ف يا سلام. دلوقتي انا رايحه الايفنت اللي انا قلت لكم عليه. رايحه عشان اجهز حاجات الاول. هو المفروض الساعه 5، بس رايحه عشان العب. ان شاء الله يكون حلو، ان شاء الله هفن. معرفش طبعا هعرف اجيبكم معايا ولا لا. بصوا انتوا هتيجوا معايا بروحكم، يعني تخيلوا، اوكي؟ عشان انا هكون بجري حوالين نفسي، انا متاكده، عشان العمل مع الاطفال جيد للغايه. عياط. المهم يا جماعه، انا بجد بحب ان انا اكون مشغوله كده، بحب ان انا اكون مش فاضيه. ليه؟ عشان وانا مش فاضيه بيبقى فيه وقت اقل من للزعل وللفرح، صح؟ ما بحسش باي مشاعر، بحس ان انا بجري حوالين نفسي. وكمان ما عنديش اي اسباب تانية. يعني بحاول ادور في دماغي على يعني ايه فوائد ان انا اكون مشغوله. مفيش اي حاجه تانية. اكتشفت حاجه يا جماعه، انا محتاجه اخد فيتامينات. كل الناس تقريبا محتاجه تاخد فيتامينات. محتاجه اسال اي حد. ايه؟ اسال دكتور؟ ولا اسال اي حد؟ ما تاخدوش حاجه غير لما تسالوا دكاتره يا جماعه.
عشان اخد فيتامينات عشان صحتي بتتدهور. مش صحتي مش بتتدهور، بس فاكرين الصداع النصفي اللي كان عندي؟ حاسه ان هو ابتدى يرجع تاني، يعني بجد كل يوم تقريبا بيجيلي، ولما بقوم اقف بحس ان انا دايخه كده يعني، فده نقص حديد وش. بس انا طبعا دي معلوماتي العامه، فمحتاجين نسال دكاتره. نفسي انام بس لا، لازم نعمل ونجتهد يا جماعه. العمل اللي انا بتكلم عنه ده يعني الايفنت دلوقتي والسكرتيره اللي انا اشتغلتها وانا في تانية ثانوي، بعيدا عن شغل الروبوت. شغل الروبوت هو فعلا شغل، انما باقي الحاجات اللي انا عملتها في حياتي كانت حاجات تطوعيه. ليه؟ لان واحد بعملها لناس انا بحبها بجد، يعني هم يستاهلوا مني كل الجهد وكل الحب وكل حاجه اقدر اديها لهم بجد. لازم اديها لهم عشان انا بحبهم جدا، وانا عارفه ان هم كمان بيحبوني جدا، فهم لازم ياخدوا كل الحب وكل الدعم وكل الجهد. دي اول حاجه. تاني حاجه، الحاجات دي بحس ان انا بستمتع فيها اكتر ما هي شغل. وتالت حاجه خبره. بصراحه الحاجات دي ادتني خبره فظيعه وسكيلز فظيعه، فانا بستثمر في نفسي بصراحه. فبس حبيت ان انا اقول لكم كده، عشان لو لقيتوا اي فرصه للتطوع مش لازم انتوا تاخدوا مقابل مادي، بجد المقابل المعنوي والسكيلز اللي انتوا بتاخدوها بتكون احسن بكتير من الفلوس، عشان الفلوس هنصرفها على حاجات هايفه وهتخلص وهنحتاج فلوس تاني. جماعه انا لسه راجعه دلوقتي. الساعه دلوقتي ثانيه عشان اوريكم. الساعه دلوقتي 11. اوكي الساعه 11. واو ابداع. بس انا كنت مبسوطه قوي بجد، كنت مبسوطه قوي. وبنت اسمها نور قابلتني، سنه تانية فنون جميله. خلاص انا وهي صحاب، خلاص عرفتني من يوتيوب يعني وكده. هي مش دي مش اول مره حد يعرفني من يوتيوب، وعلى طول لما حد بيعرفني من يوتيوب كده يقول لي هذا ازيك معرفش ايه، بنقعد نرغي مع بعض. انتوا شايفين ولاعه؟ لا دي مش ولاعه، ده كبريت. ده دليل ان انا خلاص وصلت الكبريت عشان الشمع. المهم فلما بقابل حد عارفني يقول لي ازيك يا معرفش ايه كده، بنقعد نرغي مع بعض يعني 5 دقايق. بس نور النهارده قعدنا مع بعض ساعه ونص ولا حاجه، وقعدنا نهزر ونضحك، وقعدت مع اخواتها كمان. كانت حاجه جميله قوي بجد، حاجه رائعه. انا مبسوطه قوي الحمد لله. بودكاست السيره بقيلي فيه حاجات بسيطه واخلصه، ودي حاجه سعيده جدا، عشان بعدها هبدا في البودكاست اللي انا مش فاكره اسمه دلوقتي. اسمه ايه انا كاتباه ثانيه. ما لازم افتكر الحاجات دي. مجالس القرآن، تمام اسمه مجالس القرآن. وفي كمان أصحاب الرسول، بس يعني مهم مجالس القرآن لسه مكمل لحد دلوقتي، يعني مالوش عدد حلقات معين، فمش مشكلة عادي. والكتاب ده يا جماعة بصوا هقول لكم حاجة، أنا بحاول بجد بحاول ماشي، وده مش معناه ان أنا بعمل كده كل يوم، ده معناه ان أنا بحاول بدل ما امسك التليفون قبل ما انام اقرا قبل ما انام. المهم يا جماعه بجد من اسعد الحاجات اللي انا عملتها الاسبوع ده هي ان انا قررت ان انا اعمل 50 حاجه لنفسي. هو 50 رقم كبير، بس يعني بس هقول لكم الحاجات اللي انا هعملها لنفسي دي حاجات بسيطه قوي، بجد حاجات بسيطه. يعني مثلا ان انا اقرا قبل ما انام بدل ما امسك التليفون. اعمل ايه تاني؟ انزل اتمشى. اي حاجه بسيطه، فاهمين؟ اي حاجه بسيطه. انا حاسه انه هدى المثاليه هتكون بتعملها، هدى اروع هدى في مخيلتي يعني. فبس كده اعتقد كده خلاص كفايه فيديو النهارده الخميس، والمفروض الفيديو ينزل يوم الجمعه. ده معناه ان انا هقضي الليل كله بعمل مونتاج عشان الفيديو ينزل يوم الجمعه ان شاء الله. بس كده يا جماعه انا بحبكم للغايه وبس.